هذا وقد تفقد نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله مساء أمس مسجد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير الذي استشهد وأصيب فيه عدد من منسوبي قوة الطوارئ بعد عملية تفجير إرهابية أثناء أدائهم الصلاة جماعة في المسجد الخميس الماضي. المكان بالضبط هذا؟ اي هذا الموقع بالضبط هذا. وقف لي على الموقع. هذا الموقع اللي طول عمره هنا. هذا الموقع. طبعا الصوت طال عمرك اللي الاماميه كانت فاضيه ما كانت فيها ما كان فيها احد. ما كان فيها احد. الله ستر. عشان طال عمرك بالاستراحه قمت بالشوى الله المستعان. نعم. على الحال كان طال عمرك ملقى على وجهه على الارض. اي معروف هذا دائما كذا هو. سبحان الله. ما تجي الا بعد انتحاره هو وجهه على الارض. نعم دائما. الله يعظم اجركم ان شاء الله ويعظم كنا يعني الوطن الحقيقه يتلقى العزاء فيه. هالشيء لن يزيدكم الا اصرار ان شاء الله. سم الاثار. اي نعم. وهالجهه كلها الظاهر خفيف اللي كانوا واقفين هنا واليمين. اجازه الطلبه ان شاء الله هيك كان هنا المنطقه هذه مو داخلين كان هنا صفين وين؟ صف هنا وصف هنا والمقدمه كانت فاضيه فيها الامام. الامام مو هنا هناك. اقول المنطقه دي كانت فاضيه. الله يطول عمرك انها الطلبه راحوا اجازه بعد المتفجر كان على ايمنه. الحمد لله. وبعد أن أدى سمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ركعتي تحية المسجد اطلع على آثار تفجير الآثم داخل المسجد الذي طالت أضراره كتاب الله عز وجل ومزجت دماء الشهداء بصفحاته المبعثرة، مؤكدا سموه أن آثار الدماء التي توزعت على جدران المسجد وسجاداته لن تزيد الجميع إلا إصرارا وثباتا وقوة للتصدي لهذه الفئة الباغية التي لم تراعي حرمة المكان والمصلين. ما في جهه ترمم هالاشياء هذه بالمكاتب؟ لا ولا نجمعها ونحرقها عاد شوف خذ راي شرعي فيها. نحرقها جاهز. ايه خذ راي شرعي. نطلب دعم المجمع الملك فهد. نعم نعم احسن. ووجه سموه بمباشرة أعمال إعادة ترميم المسجد وتهيئته لاستقبال المصلين بأسرع وقت ممكن. رافق نائب خادم الحرمين الشريفين خلال الزيارة التفقدية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ومعالي مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج، وقادة القطاعات الأمنية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.